أنا عايز أتكلم عن موضوع الحضارة المصرية القديمة، لأن دي حياتي دلوقتي. أنا بدرس تاريخ وبحب التاريخ، وحياتي دلوقتي محورة حوالين التاريخ المصري القديم وكده، وأنا معتز بالكلام ده. فأنا دلوقتي لما بشوف كومنتات لبعض المصريين هم مش فاهمين، مش واصل لهم الفكرة بشكل كويس، فبتضايق. يعني أنت مصري مولود في البلد دي، ما تقعدش تحقر من نفسك، ما تقعدش تحقر من البلد، ما تقعدش تضايق نفسك، علشان أنت كده بتدي فرصة للناس اللي عايزه حضارتك وعايزه تاريخك وعايزه كل حاجه اجدادك عملوها ينسبوها لنفسهم. انت كده بتساعدهم، تديلهم بوش ودفعه قويه جدا. مفيش حاجه اسمها الفراعنه كفار، ومفيش حاجه اسمها الفراعنه اصلا. بدرس تاريخ، عمري ما سمعت عن كلمه فرعون اصلا. ده رقم واحد. رقم اتنين، مصر هتلاقي مثلا كل ما تطلع في الشمال هتلاقي البشره تبيض، كل ما تنزل تحت هتلاقي البشره بتسمر. عادي، الجو حر يا باشا. انا كنت بقعد في الاقصر شهر ولا شهرين برجع مسمر جدا. دلوقتي انا في القاهره، خلاص الموضوع انتهى، رجعت البشره الاساسيه بتاعت. مفيش حاجه اسمها المصريين القدماء كانوا كفار، المصريين القدماء مش عارف ايه. الناس دي كانت بتفكر بطريقه كويسه جدا، الناس دي كانت بتقدس الحياه، كانت عندهم عدل، نظام ماعت. عارف الالهه ماعت، الهه العدل؟ انت لما تقرا قوانين العدل للالهه ماعت كانك بالظبط مسلم. يعني انا لم اسرق، انا لم اكذب، انا لم الوث المياه، انا لم اؤذي الحيوان، انا لم اؤذي النباتات، انا لم انظر لزوجة جاري. ما هو ده غض البصر. ما هي يعني انت لو طبقت قوانين الالهه ماعت دي انت كده مسلم عادي. يعني مفيش تعارض خالص. ما تحقرش من نفسك، علشان انت كده بتساعد الناس اللي عايزه تسرقك انها تسرقك بكل سهوله. ما هو مثلا هيقعد يعمل خطه، هيقنع مين؟ هيقنع الناس العالم كله على الانترنت والاجيال اللي جايه ان المصريين القدماء اصلهم اسود. سنه سنتين ثلاثه العالم اقتنع خلاص. يلا بقى في الامم المتحده الناس دي سرقت حاجتنا، هاتوا بقى الحاجات بتاعتنا. خلاص الموضوع انتهى، انت مصري. ودي حاجه لو تعلمها عظيمه جدا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وايه، بحبكم. شكرا جدا. انا عبد الرحمن سليمان.